في سنواته الأخيرة كان هاني شاكر بيتحدث عن رغبته في عمل بيربطه بالجانب الروحاني بعيدا عن صخب الحفلات الفنية، ووصف تسجيل القرآن بأنه أغلى ما يمكن أن يقدمه في حياته، معتبرا أن صوته أمانة بيتمنى أن يترك بها بصمة في كتاب الله. المؤثر في الأمر هو رهبته الشديدة من التجربة، فقد صرح ابنه بأنه كان يخشى ألا يعطي الآيات حقها من التجويد والخشوع، وكان بيقول إن الوقوف أمام كلام الله بيختلف عن أي وقوف أمام ميكروفون آخر. هذا التردد لم يكن تكاسلا، هاني شاكر لم يكن يطمح لمجرد التسجيل، بل كان يحلم بأن يكون صوته سببا في راحة الناس وسكينتهم. كان يرى في مشروع تسجيل بعض الصور والآيات صدقة جارية ورسالة حب الجمهور بعيدا عن الطرب. رحل أمير الغناء العربي في مايو 2026 دون أن يمنحه القدر الوقت الكافي للجلوس خلف الميكروفون ليبدأ أولى آياته، مما جعل هذه الأمنية هي اللحن الذي لم يكتمل في مسيرة الفنان. اتسم دائما بالرقي والهدوء. كان الفنان هاني شاكر بيرى إن هذا المشروع هو مسك الختام لمسيرة طويلة من العطاء، لتبقى وفاته حاملة عصا لدى محبين الذين تمنوا سماع صوته الدافئ وهو يتلو آيات الذكر الحكيم.